شركة سامسونج أعلنت عن 3 موبايلات جداد: سامسونج S25، S25 بلس، و S25 ألترا. بس احنا في الفيديو ده هنتكلم عن العملاق ال S25 ألترا. هنتكلم عن كل حاجة تخص الموبايل، ابتداء من التصميم والشاشة والأداء الخارق، وهنعرفكم سعر الموبايل الرسمي هنا في مصر والإمارات والسعودية. مبدئيا كده تصميم الموبايل ده ما حصلش عليه أي تطوير، شكل الكاميرات العشوائي اللي موجود في الجنب ده ما بيحصلش عليه أي تغيير. التصميم ده أنا شفته في كل عائلة الإس آخر 5 سنين، ما بيتغيرش، هو نفس شكل الكاميرات بنفس التصميم. بس في الحقيقة السنة دي في كذا تغيير حصل في التصميم. سلسلة الاس اخر كام سنة كانت شبه الكتاب كده، موبايل حاد مربع. السنة دي التصميم اختلف شوية، الموبايل بقى من الجنب مش حاد، بقى فيه كيرف، والكلام ده برضو موجود في الجناب بتاعت الموبايل فوق بقى فيها كيرف، والكلام ده هيبان معاك لو احنا حطينا الاس 24 الترا والاس 25 الترا جنب بعض. كان في مشكله في الجيل اللي عدى، وهي ان فتحه الدبوس بتاعت السيم كارد موجوده جنب المايك. كان في ناس مثلا ممكن تغلط وتحط الدبوس في المايك وتبوظه. السنه دي غيروا الموضوع ده، حطوا فتحه الدبوس في الجهه الثانيه، فبكده انت ممكن تفرق يعني ما بين فتحه الدبوس وفتحه المايك. هي حاجه تبان تافهه، بس دي تفاصيل بتفرق. في برضه خبر مش حلو للناس اللي بتحب الاس بن. الاس بن السنه دي اتشال منه تقريبا كل المميزات بتاعته، هو بقى قلم بيكتب بس على الشاشه. بالنسبه للشاشه، في شاشه الموبايل هنا ما حصلش فيها تطوير عن الجيل اللي عدى. شاشه ممتازه جايه من نوع اموليد 120 هرتز، بيوصل سطوحها تحت اشعه الشمس ل 2200 نتس. شاشه بيرفكت، الوانها تحفه ما فيهاش غلطه الصراحه، وشاشه اموليد يعني بصمه تحت الشاشه. الموبايل ده جايب بصمه سريعه جدا. الموبايل ده جايب معالج جديد وهو السناب دراجون 8 إليت. المعالج ده طفره، معالج خارق. المعالج ده هتحس انه قوي جدا لو انت جربت العاب بجرافيكس عالي على الموبايل ده، هتلاقيه بيشغل لك الالعاب دي بسلاسه وكواليتي عالي جدا. في كده حاجه جديده انضافت في الموبايل ده، وهي الناو بار. هي حاجه اشبه بالديناميك ايلاند اللي موجوده في ابل. يعني انت مثلا لو مشغل تايمر او عداد وقت ممكن تشوفه عن طريق الناو بار دي. من الحاجات برضه القويه جدا اللي موجوده في الاس 25 الترا، وهي ان بقى في صديق شخصي ليك جوه الموبايل. يعني مثلا ممكن تكلمه وتقول له شوف لي ماتش البايرن الجاي في دوري الابطال ايه، وتحط لي مثلا موعد الماتش ده وتنبهني ليه قبلها بنص ساعه. ممكن برضه تطلب منه انه يخش يكلم لك حد على واتساب ويبعت له رساله معينه. طبعا اداء الموبايل من حيث السلاسه والسرعه مش محتاجين نتكلموا عليه اصلا، الموبايل سريع جدا. الموبايل ده من حيث الكاميرات ما حصلش تطور قوي عليه بالمقارنه بالاجيال اللي عدت، تقريبا هي نفس الكاميرات. التطور اللي حصل في الكاميرا بتاعه الالترا وايد، الكاميرا دلوقتي بقت جايه بدقه 50 ميجا بكسل، ودي حاجه هتخليك تاخد صور الترا وايد بتفاصيل اكتر وكواليتي اعلى. بس غير كده الكاميرا واحده بالمقارنه مع الاس 24 الترا. بالنسبه للبطاريه، فالاس 25 الترا جايب بطاريه بسعه 5000 ملي امبير مع شاحن سريع 45 واط. دي حاجه انا ما افهمش ليه، موبايل غالي جدا وشاحن السريع بتاعه 45 واط بس. طيب نيجي بقى لنقطه السعر، ودي اهم نقطه تقريبا في الفيديو. الموبايل ده سعره العالمي لاقل نسخه 1300 دولار، وفي السعوديه سعره 5400 ريال، وفي الامارات لاقل نسخه 5100 درهم. دي كلها اسعار رسميه، لكن هنا في مصر ما في سعر رسمي لحد دلوقتي. الموبايل ده من المتوقع يعني انه هينزل في فئه من 80,000 ل 100,000 جنيه، وده سعر الصراحه مبالغ فيه، سعر كبير جدا.